السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيد. صحه فطوركم كما اليوم تعطيكم فيديو جديد يعطيكم تحيه سهله وبسيطه درتها في كؤوس شكلها راقي طعمها بنين تصلح للسهره وممنوعيه في الغسل وسهله وفي ساعه وجدوها. اهم حاجه انه مكوناتها متوفره في كل بيت وما تحتاج لا تعب لا والو، مامطه نص ساعه راكم كملتوها. قبل لا نبدا لا تنسوا الاشتراك والاشتراك في القناه ونبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه نحتاجوا اي طاقم متوفر عندكم نرفعوا فيه الاشوار ونزيدوا له حوالي 2 ملاعق مقاري حتى تحسوا الشغل مبلول كيما السراب هكا. نحطوه في كيسان ونضغطوا باي حاجه بالملعقه ولا حتى نسووا الوجه نتاعو ونخلوه بجيه في كاسرونه. نجيبوا كاسرونه نحطوا فيها 3 كيسان حليب كاسه تاع مواليد 2 ملاعق مايزينا وعلبه فلان اي ذوق كما انا استعملت شيكولا وزيدوا لها 2 ملاعق سكر نخلطوهم بارد في بارد وبعد نحطوه فوق النار حتى نبقاو نخلطوا حتى يختار الخليط. ما تغطيوش على الخليط باش ما يصدقكمش من تحت. نبداو نخلطوا حتى يختار الخليط. اي يختار الخليط نطفوا عليه النار ونضيفوا له علبه ياغورت نتاع شيكولا ونحطوه في كيسان ونخلوه يبرد طاقه قبل ما نحطوه في الفريجيدير هكا صح. ما تجوز الطبقه الثانيه تلقوه برد. بالنسبه للطبقه الثانيه سما نفس الخطوات تاع الطبقه الاولى نديروا 3 كيسان حليب 2 ملاعق نشا اللي هي مايزينا 2 ملاعق سكر وعلبه فلان اي ذوق كما انا درت الذوق الكراميل نخلطوهم بارد في بارد ونخلوهم فوق النار حتى يختار. كي نطفوا عليه نضيفوا له علبه ياغورت ذوق كراميل ونحطوه في الكيسان وكما التزيين يبقى اختيار. كما انا درت الخطوات تاع الكراميل اللي يجيبوا اللي تلقاهم في الفرصه على بها وهذا كله وحطيتهم في الثلاجه يبردوا. المهم البنات تعجبكم الفيديو لا تنسوناش اللايك والدعم باش نوصلوا لاكبر عدد ممكن ونكبروا ولا تكبر لمتنا تكبر قناتنا. المهم نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وتهلاو في روحكم وصحه صحتكم وسلام.